أروي لكم تلك الحكاية كاملة، أحداثها من دون قتل قاتلة، عانيت فيها كي أنال حبيبتي، خطواتها أشبه بجر القافلة. قد شاء للرحمن يوما نجتمع، فحياتنا من دون حب زائلة. الحب فيك وجدته متمثلا، من قبلك كانت حياتي قاحلة. وهالشعور انك تحب، انك تحس، تعشق شخص طول الوقت بتنخبص. حلو هالشعور شي مختلف ما ينوصف، تلقى عيشك تهتم لو يسد النقص. هسه ابتدى عمر جديد، هسه ابتدى تاني العمر، ما عندي قبلك ذكريات، يمك بديت من الصفر. أني بصراحة تغيرت وبشكل حيل اهتم صرت، بيا رجع نبض القلب من انت بيا تغازلت. حلو هالشعور وللقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وتنزيله العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. وقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. وقال نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى نفسي من التزويج، فإذا تزوج المرء أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. صدق نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام في مورد آخر: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. العم الكريم أبو محمد جزا الله عني حفظك بحق محمد وآل محمد. الأخوة الكرام شعب غنيين عن التعريف: الأخ أبو مهدي رجل طيب، أخونا وابن عمنا، جاء بصحبة الوجوه الطيبة مع أخوانه وأبناء عمومته والمنقولين معهم من سادة وشيوخ عشائر وإجاويد، طالبين يد كريمتكم على سنة الله ورسوله، سائلين الله تبارك وتعالى قبول طلبنا هذا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صلى على وآل محمد. دي اللحظة اللي أنا مستنيها، والأرض اللي بتمشي فوقيها، مفيش قدك يا حبيبتي عليها. وهذا القلب عندي صعب، حلف بعشقها وقسم، بقولك شي مدامي حي، أموت وغيرها يحرم، بكل الياس بقول